الموسيقى حرام في الدين، زيارة الطبيب حرام في الدين. لا منين جبتوا لنا هاد الدين اخويا؟ انا القران ما فيش هاد الشيء هذا. احنا ما عندناش الموسيقى حرام هنايا. راه الموسيقى تيتصنتوا لها الناس لان الله خلقنا نتمتعوا بجميع الاشياء. راه هما اللي غلفوا المراه، راه هما اللي منعوا المراه، راه هما واش بنادم يخلي المراه في المنزل ويمشي على الطبيب يسولو يقول لي زوجتي مريضه وها باش تحس؟ الله مره في المطعم مبركها قبالته، هو كيشوف الناس، كيشوف النساء، وهي باركه قبالته تشوف الحيط، تشوف فيه هو والحيط، وملي تلفت كيدير لها هاد الناس هادو ما بغاش يهديهم الله. راه حنا مازلنا ساكتين يا عباد الله، رانا مازلت ساكت، وراه غنشتت كاع هذاك الشيء اللي قريتو نشتت. بقينا ساكتين على المنكر، ساكتين، وهاد الناس هادو تيتعلاو علينا. انا عندي اللحيه، مرة عندها الخمار، انا دخلت الجنه، هادو كافر، هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر. نواقض الوضوء ليست علوم، صفات الله ليست علوم، اسماء الله الحسنى ليست علوم. هادشي علاش هادوك النساء واش كيعبدوا الله ولا كيعبدوا الرجل؟ تخيروا، هذاك راه غير دين الكهنوت ليس دين الله. دين الله راه ما فيش هذاك الغلاف. يعني تحتقرون الناس في المجتمع، كيكون عنده اللحيه غادي في المجتمع الاخرون كلهم كفار، ولكن الخطا المواطن اللي كيشوف ذاك اللحيه هو سيدنا موسى، ما عرفش بان هذاك هو المنكر، ما عرفش بان هذوك الشياطين اللي لابسين لباس الملائكه. خاص المواطن يعرفها، المواطن العادي المسلم العادي يعرفها. صافي، راه هذوك هما اللي خربوا الدين، ماشي كيقول لكم راه حنا ندافع عن الدين، راه هما اللي خربوه، راه هما اللي غلفوا المراه، راه هما اللي منعوا المراه، راه هما واش بنادم يخلي المراه في المنزل ويمشي على الطبيب يسولو يقول لي زوجتي مريضه وها باش تحس؟ عباد الله، راه منكر هذا. واش المراه ما عندهاش الحق تشوف الطبيب؟ او حرام في الدين، الموسيقى حرام في الدين، زيارة الطبيب حرام في الدين. لا منين جبتوا لنا هاد الدين اخويا؟ انا القران ما فيش هاد الشيء هذا. احنا ما عندناش الموسيقى حرام هنايا. راه الموسيقى تيتصنتوا لها الناس لان الله خلقنا نتمتعوا بجميع الاشياء. لا نتكلم عن المجون الراقصه اللي كترقص الناس، ولكن انسان يغني راه يتصنتوا للغناء لانه داخل في التمتع. الله خلقنا نتمتعوا في هذا العالم، نتمتعوا كذلك بالسماع الموسيقى. ايوا موت. انا والله هاد المناكير هذه راه اظن ان الناس شويه واش مازالوا خايفين. تصوروا الناس اللي عندهم دكتوراه في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الاقتصاد وفي علوم الطبيعيه باقين خايفين، باقين مخلوعين. علاش؟ لانهم وصلوا لواحد الدرجه اللي تكلمتي في الدين ما عندكش حق تتكلم في الدين. لا اله الا الله. راه الا كانت نواقض الوضوء تسمونها علوم سنتقدم لما يشيب الغراب. نواقض الوضوء ليست علوم، صفات الله ليست علوم، اسماء الله الحسنى ليست علوم. اذا كانت هذه العلوم عندكم سنتقدم لما يشيب الغراب. لا اله الا الله، والله العظيم لا اله الا الله. يعني شيء لا اصبح هذا الشيء لا يطاق، اصبح لا يطاق. واش هذه المراه ولات اوبجي، هذه المراه ولات عنده لعبه دايره في يدو يعمل بها ما يشاء. سبحان الله. مره في المطعم مبركها قبالته، هو كيشوف الناس، كيشوف النساء، وهي باركه قبالته تشوف الحيط، تشوف فيه هو والحيط، وملي تلفت كيدير لها. راه هادشي علاش هذوك النساء واش كيعبدوا الله ولا كيعبدوا الرجل؟ تخيروا، هذاك راه غير دين الكهنوت ليس دين الله. دين الله راه ما فيش هذاك الغلاف الاسود. وراه حنا تكلمنا على الحجاب وكفى، ما نبقاش نوضح. المذهب المالكي هو تعرية الوجه واليدين والقدمين. بعد المالكية يقولون القدمين كذلك ليس عورة. هذا هو. لا كنتم متبعين المذاهب مالك وحنيفة، هذو كتبكم تقول. المذهب المالكي اللي نحن عليه، نحن أشاعرة، هي أن ترك الوجه واليدين، ترك الوجه واليدين، وكنظن كفى يعني ستوب على ماشي. وما كاينش حكم حتى السيده هذه اللي تختار هي اللباس اللي والما. نحن لا نقول الناس يعني يتعراوا، لا يمكن، ولكن المراه راه هي اللي تلبس لباس محتشم، هي نيت راه لا تريد ان تظهر محاسنها، هي المراه فطره. وإلا شي امراه حاله شاده بغات توري محاسنها هذيك مخالفه للدين. ليس
لكن المرأة الموظفة اللي في جميع الميادين، القاضية والمحامية والشرطية والدركية والمعلمة والأستاذة والممرضة ورئيسة شركة والمقاولة، هذه راه ولات في المجتمع خدامة. هذه هي التي يجب أن ترى. راه هما هادو كلهم راه لابسين لباس جيد. راه المرأة ولات مختلطة مع الرجل، وولات المرأة أكثر من الرجل في المجتمع. الفقه خاصو الآن يشوف الآن الفقه الواقع. الفقه الواقع شنو؟ واش غادي يبقاو على ديك تعرية الوجه واليدين، ولا غادي شوية يزيدوا ينفسوا شوية المرأة؟ فقط 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 فقط. وفوق هادشي كله ما كاينش حكم. وليس من أصحاب النار. ماشي انت عندك سالوت جهنم، انت سالوت من جهنم. يعني ما ورد لي هاد الناس هادو ما بغاش يهديهم الله. راه حنا مازلنا ساكتين عباد الله، رانا مازلت ساكت، وراه غنشتت كاع داكشي اللي قريتو نشتو. ويعني خليونا يعني الان الناس يوعوا بالدين. وراه المغاربه كانوا كيصليو وكيصوموا وكيتصدقوا في قلوب الحنانه، وما عندهم لا لحيه ولا خمار ولا وز. المغاربه كانوا مسلمين وباقيين مسلمين وعايشين مزيان، ويعني كافة. الله يجازيكم بخير. كافة. خليونا شويه نتكلموا بالعقل وكذا الى اخره. راه حنا عندنا ما نقولوا، رانا نشتتكم. هذاك تخلعني ما درستيش الشريعه والناس عندهم الشريعه، اش درسوا فيها؟ انا واقد الوضوء، يلا بسم الله صفات الله، يعني لا اله الا الله. يعني هاد الناس اللي دارسين العلوم الكونيه، انا لا ادري لماذا الان علاش ما باغينش، يعني ما عرفتش انا هاد العلوم الكونيه علاش ما كيتكلموش في الدين. ما عرفت انا هذه. هادو هما اللي يشجعوا هادو، كيقول لك التخصص. ما كاينش تخصص. من المفروض جميع المسلمين يكونوا ملمين بامور دينهم، وذاك التخصص ديالك خليه حداك ليه. علاش غادي يكون تخصص؟ علاش انا متخصص في الشريعه؟ والله لا عجيبه هذه القضيه دي. تخصص في الاسلام، بحال هذيك فرنسا اللي كيقول لك اسلامولوج. فرنساوي ما كيقراش العربيه، كيقول لك اسلامولوج، يعني عالم في الاسلام، اسلامولوج. هي هذه النكته هذه ديالك انت، تخصص في الشريعه. والناس كلهم خصهم يدرسوا الشريعه، ماشي غير انت، وماشي ديك الشريعه اللي درستي، ديك الشريعه الاخرى، الشريعه اللي كاينه هنا اللي زدتو من حداها ما قديتوش عليها. في هذه المسائل هذه راه كفى. يجب ان نرى في وضوح. نحن نعيش في القرن 21، عصر العلوم، عصر التكنولوجيا، عصر الديجيتال. لا نقبل ان نعيش في الظلام. مع الديجيتال لا نقبل ان نعيش في الظلام. كفى كفى كفى. يعني هذا وراه الامور. الناس راه بداو كيقراو، الناس الاسئله تطرح، والناس بداو كيناقشوا. لو كنا نناقشوا الامور الدين كما نناقشها الان، بداو الناس كيناقشوا الحمد لله. لو ناقشنا هذا الامر هذا يعني قبل قرن لكنا احسن الان. بقينا ساكتين على المنكر، ساكتين. وهاد الناس هادو تيتعلاو علينا. انا عندي اللحيه، مرة عند الخمار، انا دخلت الجنه، هادو كافر، هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر. صبرنا لكم والله، الا صبرنا لكم هاد المخلوقات العجيبه، هاد البطاطيس هادو صبرنا لكم. هذا ملي سكتنا يعني ظنيتوا بانكم راكم انتم هما اللي عندكم الحق، وانا وياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، وسنرى ان شاء الله من هو على الحق. ولا تظنوا ان المساله بسيطه، ولا تظنوا ان المنابر ستبقى لكم. المنابر غادي يكونوا فيها اطباء، يعني وغادي يكونوا فيها اطباء وصيادله وبياطره ومهندسين واساتذه الاقتصاد واساتذه الفيزياء والكيمياء، وهما اللي غادي يكونوا في منابر صلاه الجمعه. لا زلت اؤكدها. وانت اوت، لان الناس ينامون في صلاه الجمعه ولا يستفيدون شيء.